اليوم عن بكرة أبيه تيتحدث معنا على أساس أن القفطان تم تسجيله باسم المغرب، والقفطان مغربي وتم إدراجه يعني في التراث اللامادي عبر اليونسكو، وحالة ديال الفرح ما بعدها فرح بطبيعة الحال، وغيرها كذلك من الأمور، ولكن بعيد عن البروباغندا ماذا وقع حقيقةً، وماذا تضمن القرار الصادر من طرف اليونسكو بعيد على هذا الهبد، وكذلك على هذا ما يرتبط كذلك يعني بالترويج ديال المخزن بأنه القفطان مغربي على الرغم من أنه سُجّل باسم الجزائر، قفطان جزائري، قفطان سُجّل عند الجزائريين، هذا ما غاديش تحيدها، ما تقدر بأنك تنقّصها لأنه تم تسجيله بشكل هو نهائي ولا يمكن التراجع على هذه المسألة. ولكن هناك واحد الديتاي اللي غادي نتناقش عليه، شنو هي المفاجأة وماذا قام المخزن اليوم بالترويج للمغاربة في محاولة التهدئة ديالهم أو كذلك في محاولة استحمارهم، وما يتعلق بحقيقة الموضوع علاقةً بالقفطان، ما دام أنتم بغيتوا تجعلوا من القفطان بأنه نقاش وانتصارات دبلوماسية وغيرها كذلك من الانتصارات في الحضارة، وبغيتوا تحاولوا بأنكم تجعلوه من